ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دقيقه زياده فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول. مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشريه عايزه. اسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونه، نعرف ليفربول. قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ معقوله يا عالم في حاجه كده؟ فين العدل؟ فين المساواه؟ فين الكوره؟ فين الرياضه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقه 95. خلاص هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعه ده؟ حاجه تنقط، حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا. وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي، يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا. هي كلمه من 3 حروف، مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانية، انما هو في كده؟ بحق الآلهة هو في كده؟ بحق هبل هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده؟ ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله، وعمل كل حاجه. كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش، يعني انت عايز ايه؟ ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه. والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد يقولوا لك كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع. قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري؟ انا خلاص بجد، ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده. هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري. وانا لما قلت الكلام ده من كام يوم قالوا لي بقى المبالغه واوفر قوي، قلت لهم لا لا، في شيء غير طبيعي بجد بجد، لا يستحق ان ياخذ دوري. هذا فريق لا يستحق ان ياخذ دوري، انما هذا فريق يستحق ان الدوري يروح له. هذا فريق يستحق ان الدوري يمشي له. هذا فريق يستحق ان الدنيا كلها تلف عشانه.
هي دي القيمه بتاعت النادي الاهلي. انما تقول لي الفرقه كابتن عماد النحاس ولا اي حاجه ولا الهوى. بعيد عن اي حاجه، وبعيد عن اي تريقه، وبعيد عن اي لغط، والله العظيم يا جدعان، وبعيد عن اي غلط. تمام. جماهير الزمالك دي جماهير والله العظيم عقلها مش في دماغها. عايز تعرف فين؟ لا مش هقولك فين، انت توقع وتخيل. انما جماهير والله العظيم حاجه كده تزعل، حاجه تجيب شلل. يعني يا جدعان، طبعا مش هعيد اللي انتوا قلتوه لزيزو، ولكن هو رد عليكم في الملعب رد، يعني انت فاهمني، يخرس اي حد ويكتمكم، يعني يكتمكم بصراحه. الراجل كتمكم بصراحه. الراجل قال لكم ولا تعالى، اه استنى عشان احطه صح. بامانه والله العظيم. يعني يا جدعان، هاجموا اللاعب براحتكم، هاجموه، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، ولكن ليه الخوض في اعراض؟ انتوا عقلكم ده متركب ازاي؟ ليه الخوض في اعراض؟ ولكن على اي حال، نقدر نقول الشوط الاول بين الاهلي والزمالك، الاهلي مسيطر على الماتش، على الشوط كله يعني. الزمالك راح مره ولا مرتين كده على استحياء جدا. الاهلي ما كانش فيه ايجابيه جامده بشكل قوي يعني على مرمى الزمالك، ولكن هو المتحكم في رتم المباراه، هو المتحكم في الكوره، هو المسيطر على الملعب بالكامل يعني. تريزيجيه عمل واحده كده ار2 من بتاعته اللي مش عايزه تكمل، ولكن كويس. زيزو برضو عمل كام كوره حلوه جدا. زيزو النهارده يا جدعان، في رأيي أنا لو الماتش انتهى على النتيجة دي، في رأيي أنا زيزو رجل مباراة. في رأيي أنا زيزو رجل مباراة. أنا بس في تبديلة نفسي تحصل، والله بجد. لو حصلت يا جدعان، احنا شفنا الجول الأول صح؟ زيزو يمرر وبن شرقي يسجل والهدف بيزغرط. حلو كده. شفنا بن شرقي ازاي بيستلم وازاي بيشوط. شفنا بن شرقي لما يكون في مركز المهاجم بيعمل ايه. فانا نفسي في تبديله كده، انت فاهم. يعني نفسي يسحب جراديجار وينزل بن رمضان، او امام يا عم، او قفشه. والله يعني انت متخيل بقى انا وصلت لحد فين؟ ايه يا زيزو انت بتهببه ده؟ او قفشه. حلو. وتدخله بن شرقي كمهاجم، تلعبه كمهاجم، وزيزو يروح ناحيه اليمين، وتريزيجيه. ايه ده بقى؟ نهزر احنا بقى. استنى يعني، شوف الهجمه دي، انا عايز اشوف الهجمه دي. الهجمه دي بتبشر بحاجات حلوه. اوه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. والله كان فيها. الحقونا بقى، الحقونا بقى، الحقونا. بزيرة ده، بزيرة ده ولا ايه؟ مش ده بزيرة؟ مش قالوا ان هو اتصاب؟ ما علينا، ما علينا. انت لو لعبت بن شرقي كمهاجم، صدقني والله هتاخد منه. اديك شفت انت، يعني هو في الجون كان هو راس حربة. شفت انت التصرف بتاعه والفينش بتاعه عامل ازاي؟ ليه ما نجرب؟ انت عمال تجرب، انت من ساعه ما جيت يا عم تراب وانت عمال تجرب. طب ما تجرب، طب ما تجرب الراجل وشوف يمكن يجي منه يا عم. كويس جدا الاهلي، ماشي كويس جدا كدفاع وهجوم بصراحه. كويس، بس احنا محتاجين. روح يا مروان كلم الحكم. روح يا مروان كلم الحكم بدل ما يديك كارت. روح يا مروان كلم بقى، خد الكارت وانت ساكت. نص الملعب هربان مننا، ولكن يعني نقدر نقول بما اننا متقدمين يعني نكمل يا رجاله. يعني نكمل، محتاجين تدخل تروب. لا بزيرة كده ممكن يسبب لنا مشاكل يا جدعان. يلبس مروان انذار، احنا ممكن كده يحصل لنا مشكله. انا مش مطمن بصراحه، انا مش مطمن، انا قلقان. كنت عايز اتكلم عن الشوط الاول، ولكن الشوط التاني بادئ كده بشكل مش لطيف، بشكل مش حلو. اتمنى من ربنا ان احنا نكمل بنفس الروح اللي كنا ماشيين بيها في الشوط الاول. انا شايف ناس عماله تحتفل بالشوط الاول، ولكن يا جدعان استنوا، الماتش لسه فيه، الماتش لسه فيه كلام كتير. الزمالك بيغامر. يا رب مغامرته دي تيجي فوق دماغه، يا رب المغامرة بتاعته دي يتعاقب بسببها. اتمنى من ربنا هذا يعني. الزمالك بيهاجمك يا باشا. يا نهار ابيض، ايه يا جدعان بقى؟ ما تركز بقى انت وهو بقى.
انا ما كنتش عايز اصور الفيديو وانا ما تركزوا بقى يا جدعان بقى. الولد شيكو ده في الشوط الاول برضو كان مضايقنا، ونزل هو بزيرة اهو، يعني ما شاء الله. فربنا يستر، ربنا يستر وتكمل كده، لان الموضوع مقلق شويه، شويه مش قوي يعني. رأيي يا ترب اسمعني بقى، بص ايديك اسمعني، يعني اسمعني في دي بس. اسحب جراديشار، نزل بين رمضان. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ولعب بن شرقي مهاجم. اسمعني في دي، مش هتندم والله ما هتندم. ان انت محتاج تمسك نص ملعب ده مبدئيا، تمام. محتاج مهاجم يفنش، يخلص. وجراديشار ما شاء الله عليه تقيل، ما بيخلصش. ايه يا جدعان بقى، في إيه؟ احنا مالنا بقى بوزنا كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عندكم؟ في ايه يا جدعان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما احنا كنا حلوين، ايه اللي حصل؟ والله من بعد الجون الاول، بعد ما سجلناه في الشوط الاول، وانا قلت انا خايف من حاجة واحدة بس، ان احنا. مين انذار؟ بزيرة، كويس كويس. انا خايف. انت بتعمل كده ليه يا كوكا؟ ايه يا كوكا اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف من تراجع الاهلي. الماتش كده على اعصاب، الماتش كده موتورني. طيب. بصوا احنا هنرجع بعد الماتش نعمل فيديو تاني، لان انا مش مستحمل اصور وانا بتفرج، لان انا المفروض مني ان انا دلوقتي اتعصب واشتم واقول الفاظ مش هينفع اقولها في الفيديو. فانا خايف واحده تطلع مني كده ولا كده تبقى تبوظ الليله يعني. ياد انت ياد. الموضوع الموضوع صعب كده ليه؟ الموضوع صعب، الموضوع صعب قوي، مش فاهم في ايه. ربنا يستر يا جماعه، ربنا يستر ان شاء الله نرجع بعد الماتش يكون كسبانين نحتفل كلنا ان شاء الله. سلام.